حاجة لله يا أبلة، ساعديني مأكلتش من امبارح. اتفضلي. حاجة لله يا أستاذ، ساعدني أنا يتيمة. ربنا يحنن عليكي يا بنتي. حاجة لله والنبي يا أستاذ. ايه الأشكال اللي تقرف على الصبح دي؟ أنا لو مكانك أروح أشتغل بدل ما أشحت. لو كنت غنية بس كان زمان كل ده مش بيحصل لي. يا ريتني حتى بلاقي شغل وبتقبل فيه، دايما بترفض بسبب شكلي. ازيك يا ليلى؟ ايه ده، انت عرفتي اسمي ازاي؟ انت مين؟ انا جنية تحقيق الاحلام، جاية علشان احقق احلامك. انا شفت انت قد ايه بتعاني يا ليلى، وكان لازم اساعدك في موقفك ده. علشان كده قررت اني اعطيكي 3 امنيات. اتمني اي حاجة انت عايزاها. انا نفسي ابقى غنية قوي، ويبقى عندي بيت كبير، ويبقى شكلي حلو. يا ليلى انا قلت 3 امنيات. لو انت تمنيتي انك يبقى معاكي فلوس وعندك بيت وتبقي جميلة هتضيع عليكي الامنيات. اتمني حاجة واحدة تساعدك في بقية الامنيات اللي انت عايزاها. اتمنى يبقى عندي فلوس كتير قوي. ماشي يا ليلى، غمضي عينيكي وبعد ما اعد من 1 ل3 امنيتك هتتحقق. 1 2 3. افتحي عينيكي يا ليلى. ايه ده، انا فين؟ معقولة تكون الجنية دي جابتني في بيت انا معرفوش؟ ولا تكون حققت امنيتي وده البيت اللي هعيش فيه؟ مش معقول انا اعيش في المكان ده. واو، الأوضة دي شكلها جميل قوي. ايه الشنط الكتير دي؟ خلينا افتحهم استكشف ايه اللي جواهم. ايه ده، هو ده الماس بجد؟ ودي فلوس؟ كل دي فلوس؟ انا ما كانش معايا الحاجات دي. انا مش مصدقه نفسي، ده دهب. امال الشنطه التالتة فيها ايه؟ انا بجد بقيت غنيه. الجنيه دي ما كانتش بتكذب. اخيرا هغير شكلي وهبقى البنت اللي نفسي اكونها من زمان. انا بقى عندي هدوم كتير قوي، وبقى عندي الحاجات اللي انا بحلم بيها من زمان. انا لازم دلوقتي اروح اغير شكلي. اول حاجه هعملها فيا هغير سناني. الله، المكان ده حلو قوي. انا عايزه اغير اسناني تماما، عايزه ابقى انسانه تانية. بس الموضوع هيبقى مكلف جدا، ممكن يدخل معاكي في 100,000 دولار. مش مشكله، انا هدفع اي مبلغ انت عايزاه. واو، المكان ده حلو جدا. انا لازم اختار احسن تسريحه في الكوافير كله. انا عايزاك تغير شكلي تماما، عايزاك تعملي احسن تسريحه في المكان ده، عايزاك تخليني بنت تانية خالص. ايه رأيك يا انسة؟ انا مش مصدقه نفسي، دي انا مش عارفه اشكرك ازاي، انت غيرتيني خالص. اتفضلي الفلوس بتاعتك اهي. شكرا بجد، انت غيرتيني خالص. انا دلوقتي هشتري اغلى واحلى فستان في المحل كله. لو سمحتي، هو الجيبه والبلوزه اللي وراكي دول بكام؟ افندم، اقصد الطقم اللي وراكي اللي لونه بينك ده بكام؟ هو حضرتك تعرفي تشتريه؟ ما اعرفش اشتريه ليه؟ هو انت شايفاني شحاته يعني؟ اتفضلي هاتيلي الفستان اللي وراكي. هي شايفه نفسها على ايه؟ مش شايفه لبسها ولا ايه دي؟ لو سمحت، عايز اعمل ماسك. طيب اتفضلي. عايزه تاني. لا حضرتك ما ينفعش، بس هات بقى ما تسالنيش. هو حضرتك عايزه كل ده ليه؟ مش انت ليك انك تاخد فلوسك وخلاص؟ بس كده كفايه. كده كفايه. ايه حضرتك خلصتي كل حاجه في المحل. هنبتدي بقى شغل الناس الغريبه بتاعك ده. مش انت ليك انك تاخد فلوسك وخلاص؟ ايوه انا اسف. اخيرا بقيت غنيه. دلوقتي نقدر اني اتحكم في كل الناس زي ما كانوا بيعملوا فيا بالظبط. بقيت جميلة وغنية وعندي فيلا، واقدر اشتري كل حاجة واعمل اللي انا عايزاه. هخلي كل حد يتريق عليا يتعلم الادب. انا هوريكم. ياه، حياة الاغنياء دي مملة جدا. بفكر اعمل حفلة. اهلا بيكم في فيلتي المتواضعة. نورتوا الحفلة يا جماعة. انا عايزاكم تتصرفوا كأن ده بيتكم بالظبط. خدوا راحتكم، خلوا الحفلة تبدأ. يلا. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 1. اما اطلع اشوف المكان برا نضف ولا لا. ايه ده، انتوا لسه بتنضفوا؟ ايوه حضرتك، المكان كان فوضى جدا. مش شغلي، انا قلت لكم عايزة اصحى الاقي المكان نضيف. احنا اسفين حضرتك، احنا اسفين.
كمان شوية ارجع الاقيكم مخلصين شغلكم، فاهمين؟ فاهمين. انا هخرج، خدي بالك كويس من الفيلا. حاجة لله والنبي يا آنسة، ما اكلتش بقالي كتير. ايه الاشكال المقرفة على الصبح دي، جاتكم القرف. كل ما اشوف الشارع ده بفتكر الذكريات. كويس اني بقيت غنية. ده غنية؟ انا هخلص منها، هاخد الفلوس اللي معاها. لازم اخلص منها دلوقتي، ده معاها فلوس كتير جدا. ساعدوني، انجدوني، انا مش عارفة اقول، حد يساعدني. شفتي اخرة التكبر ايه يا ليلى؟ ساعديني، مش عارفة اقف، مش حاسة برجليا، ارجوكي ساعديني. وانتي ليه ما ساعدتيش الكل لما كان محتاجينك يا ليلى؟ ليه عملتي الكل بتكبر؟ انا اسفة، ما قلتش هعمل كده تاني، بس ساعديني. للأسف يا ليلى، انتي استغليتي امنيتك غلط. انا هسحب امنيتك منك وهتبقي مقعدة للأبد. لا، حرام عليكي، لا. للأسف يا آنسة ليلى، انتي ما عدتيش هتمشي للأبد. يعني انا هرجع لحياتي القديمة وأسوأ من الأول كمان. حاجة لله، أرجوكي ساعديني بأي حاجة، جعانة جدا. مش انتي نفس البنت اللي كانت هنا برضو قبل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى ربنا يساعدك. ودي يا جماعة كانت قصة ليلى. اتعلمنا من القصة دي ان الفلوس مش كل حاجة، وزي ما الفلوس ممكن تخليك شخص غني، ممكن تخليك شخص أناني وسيء. علشان كده تصدقوا يا جماعة، الصدقة كفيلة تغير الأقدار.